فيلمنا بيبدأ النهاردة مع شوية طلاب في الفصل، وواحدة منهم بتتريق على الناس اللي بتدخن. وبعد كده بتنزل واحدة اسمها نبيل من عربية وبتقف تشرب لها سجارة. وبعد كده بتدخل المدرسة وبتيجي بنت تتعرف عليها لأن أمها سيناتور، والبنت معجبة بأم آنا. وبتسلم أنابيل على البنت وبيتعرفوا على بعض. وبتمشي وبنشوف آنا وهي على الغدا، وبنعرف إن هما في مدرسة متدينة. وبتتعرف آنا على زمايلها وبترجع أوضتها. وبعد كده بنشوف آنا في الفصل وبتبقى محضرة دروسها، والمدرسة اللي اسمها برادلي بتسأل على جملة فيها إسقاط، وبتسأل آنا الإسقاط على إيه، وآنا بتقول لها إن الإسقاط على الزبادي زي ما انتوا فاهمين. وبتشرح الموضوع باستفاضة أكتر، وبتطلب برادلي من آنا إنها تكلمها بعد الحصة. ولما بتتكلم مع آنا بتقول لها إنها حاسة إنها بتتعالى عليها، لكن آنا بتقول لها يمكن أنا معجبة وكده. وبتسيبها وبتمشي. وبعد كده بتقعد آنا مع مجموعة من البنات وبيشربوا سجارة حشيش، بس بتطب عليهم بعد كده برادلي وبتقول لآنا إنها لازم تتأقلم على الوضع في المدرسة. وبتطلب منها إنها تخلق حلق المناخير لأنها شبه الجاموسة اللي بيجروها في الساقية، وآنا بتوافق. وبعد كده برادلي بتطلب منها إنها تقلع السلسلة، بس في اللحظة دي آنا بترفض لأن السلسلة دي هدية من حبيبها اللي مات وعزيزة عليها. وبعد كده بتقول لها إن هي هتقول للمديرة لو ما قلعتش السلسلة، بس أنا بترفض برضه. والمديرة هنا بتيجي وبتقول لها إنها لو ما قلعتش السلسلة هتطردها من المدرسة، وأنا ساعتها بتوافق. وبعد كده المديرة بتديها سلسلة كبيرة وبتقول لها انتي لازم تفضلي لابساها طول اليوم. وبنروح لبرادلي اللي كانت قاعدة في المكتبة وكانت عمالة تقلب في مجموعة صور، وبتيجي آنا تقعد معاها. وبعد كده آنا بتروح تشرب سيجارة وبتيجي واحدة صاحبتها تديها جوان، وبيتكلموا مع بعض على آنا، وبنعرف إنها معجبة ببرادلي. وفي الوقت ده بتخرج برادلي مع البوي فريند بتاعها وبيروحوا البيت ويعملوا اللي بالي بالك مع بعض، أكيد انتوا فاهمين بقى. وبيبقى واضح إن برادلي متضايقة من حاجة، وبتروح على البيت وبتلاقي مديرة المدرسة اللي هناك واللي هي برضو تبقى عمتها، وبتقول لها تقعد معاها شوية. لكن برادلي بتقول لها انها تعبانة دلوقتي ولازم تنام. وبعدين في الفصل بيجي بوكيه ورد لبرادلي، وبتعرف ان انا هي اللي بعتت البوكيه ده. وبتروح انا تقعد مع برادلي وبتحاول تقرب ليها، لكن برادلي مش بتتجاوب معاها. وبتروح برادلي الكنيسة عشان تعترف، لكن بتلاقي انا جاية عليها وبيعملوا اللي انتوا فاهمينه. بس طبعا بيطلع ان كل ده تهيؤات. وبتعدي الأيام، وفي يوم كانت أنا قاعدة في الحديقة وبتشرب سيجارة، وبتيجي برادلي تقعد معاها وأنا بتعزم عليها بسجارة، وبرادلي بتاخدها وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. وبعد كده أنا بتاخد برادلي في عربيتها وبتمشي. لكن أنا كانت متضايقة شوية من قعدة البيت، وبتروح أنا مع برادلي بيتها. ولما أنا بتدخل بتلاقي صور كتير قوي لبرادلي وهي مع واحدة، وبتلاقي رسالة مكتوب فيها لبرادلي إنها خلاص مش هتقدر تكمل معاها، وهي بتتأسف لبرادلي إنها سابتها كده مرة واحدة، وبتطلب منها إنها تسامحها. وبتدخل برادلي فجأة على آنا وهي ماسكة رسالة، فبتزعق لها لأنها قرت الرسالة. بس آنا بتحضن برادلي وبتقول لها إنها مش هتسيبها أبدا. وطبعا بيقضوا اليوم مع بعض بس من غير ما يعملوا أي حاجة، يعني زي اللي انتوا فاهمينها. وبيرجعوا على المدرسة، ولما أنا بترجع المدرسة صحابها بيلاحظوا إنها بتتضايق من حاجة وبيتريقوا عليها، لكن هي بتتعصب وبتمشي. وبنروح لمديرة المدرسة اللي بتعلن عن الحفلة السنوية بتاعة المدرسة، وبتحضر برادلي الحفلة السنوية، وهناك بتحاول آنا تقرب لبرادلي. وبعد الحفلة بتروح برادلي مع حبيبها، لكن بيبقى واضح على برادلي إنها متضايقة، وبتاخد بعضها وبتنزل من العربية. وبعد كده بتحاول آنا إنها تتكلم مع برادلي علشان تعرف ايه اللي مزعلها، لكن برادلي بتقول لها مش هينفع يبقى في ما بيننا حاجة، وأنا بتقول لها إنهم مش بيعملوا حاجة غلط. وبرادلي بتسيب آنا وبتمشي. ولما بتروح آنا البيت واحدة من الطلبة بتقول لها كلام ظريف، فبيتعاركوا مع بعض، لكن بتيجي برادلي وهي اللي بتفض الخناقة اللي ما بينهم، وبتطلب من آنا إنها تروح للعيادة. وبيجي ميعاد بقى الحفلة السنوية، وبرادلي بترقص مع حبيبها، وأنا بتتضايق وبتروح مطلعة سجارة وشرباها. وبيدخل عليها قائد الفرقة الموسيقية وبيشربوا مع بعض سجارة، وبتعرض عليه تغني أغنية لأنها كمان بتعرف تعزف وتغني، وهو طبعا بيوافق. وبتطلع آنا وبتغني على المسرح وبتبص لبرادلي، وبيبقى واضح إن الأغنية دي رسالة لبرادلي. وبتطلع برادلي برا الحفلة
وده علشان المشاعر بهدلتها وبتطلع وراها إنا وبيقربوا من بعض وبيروحوا سوا البيت برادلي، وبيحصل بقى استغفر الله العظيم يا رب ما بينهم احنا مش عايزين نتكلم. وتقريبا بقى بيقعدوا طول اليوم سهرانين مع بعض وبيتأخروا في النوم وما بيروحوش المدرسة. أكيد انتوا عارفين يعني ايه اللي حصل. فلما المديرة بتحس ان هما مجوش المدرسة بتروح لبرادلي البيت علشان تشوف ايه اللي حصل. وهناك بقى المصيبة الكبرى اللي بتحصل ان هي بتقفشهم متلبسين. الفيلم بقى بيخلص على كده ومش عارفين رد المديرة ورد فعلها وايه اللي حصل بقى مش عارفين. الفيلم خلص على كده. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك، دعمكم يهمنا علشان نستمر في تنزيل كل الافلام اللي بتحبوها. واعذروني الفترة اللي فاتت لو ما كنتش بنزل ليكم افلام جديدة، انا كنت مشغولة جدا. مستنية بقى دعمكم علشان نستمر في تقديم كل الافلام اللي بتحبوها.